إذا كنت عزيزي المشاهد من محبي زيارة الأماكن السياحية في القاهرة، فتابع معنا هذا الفيديو لأهم الأماكن السياحية العائلية في القاهرة. القاهرة هي واحدة من المدن السياحية في العالم، وهي مدينة غنية بالمعالم التاريخية كما يحبها المسافرون لاحتوائها على أماكن مليئة بالحيوية. كما أن هناك العديد من الأماكن السياحية العائلية في القاهرة عاصمة مصر التي تستحق الزيارة، ومن خلال هذا الفيديو سوف نعرض أهم تلك الأماكن. أولا، أهرامات الجيزة. تعتبر أهرامات الجيزة مثل هرم منكورع وهرم خوفو المعروف أيضا باسم الهرم الأكبر وهرم خفرع من أهم المعالم السياحية، وتشتهر بالمعابد الملكية التي ترجع لآلاف السنين. كما يعد تمثال أبو الهول أحد أهم المعالم الأثرية في العالم القديم، ويقوم العديد من المسافرين بالتجول في تلك المنطقة. ثانيا، المتحف المصري. يمتاز بأنه من الأماكن السياحية العائلية في القاهرة، حيث يعرض العديد من القطع الأثرية التي ترجع إلى العصور القديمة، وقد تم تأسيس المتحف عام 1857 ميلادية. كما يحتوي على معرض لتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني، بالإضافة إلى مقتنيات ملكية لهم، لذا لا تفوتك فرصة التجول لمشاهدة مجموعة رائعة من الملابس والمجوهرات الملكية. ثالثا، خان الخليلي. هو أحد أماكن التسوق الشهيرة في العالم، وتضم أماكن سياحية عائلية في القاهرة ومجموعة متشابكة من الأزقة الضيقة، والتي أنشئت عام 1400 ميلادية، بالإضافة إلى المحلات الصغيرة التي تبيع المعادن مثل الفضة والتحف والأقمشة المنسوجة والمصابيح المعدنية الرائعة. ويقع قسم سوق التوابل جنوبا بالقرب من مسجد سيدنا الحسين الذي بني في عام 1792 ميلادية. رابعا، قلعة صلاح الدين. تقع قلعة صلاح الدين عند سفح تلال المقطم، وقد تم بناؤها سنة 1176 ميلادية، وقد تلاشى البناء الأصلي لها باستثناء الجدران الخارجية من ناحية الشرق. وهناك مسجد محمد علي، وهو المكان الأكثر شهرة، ويمتاز بأحجاره البيضاء ومآذنه الطويلة. وعلى الجانب الشمالي الشرقي من هذا المسجد هو مسجد الناصر الذي أنشئ سنة 1318 ميلادية. خامسا، مسجد السلطان حسن. هو أحد أرقى المساجد المبنية على طراز العمارة المملوكية في العالم، لما يمتاز به من معالم الأرابيسك المعقدة، وقد تم بناؤه سنة 1356 ميلادية للسلطان حسن الناصر. وهو يعتبر من أنسب الأماكن السياحية العائلية في القاهرة، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة مناطقه الحجرية الكبيرة. ويؤدي المدخل الرئيسي إلى دهليز المقبب، بينما يؤدي الباب الحديدي إلى ضريح السلطان، حيث لا تزال آثار القبة الأصلية. ويوجد بالقرب منه مسجد الرفاعي الذي تم إنشاؤه سنة 1912 لإيواء قبر الخديوي إسماعيل وشاه إيران السابق محمد رضا بهلوي. سادسا، الجامع الأزهر. يعد أقدم مسجد بني بمدينة القاهرة، كما توجد به جامعة الأزهر، والتي لا تزال المركز التعليمي للعالم الإسلامي. وهناك الساحة المركزية، والتي يعود تاريخها إلى 1309 ميلادية، وتطل على أفضل المناظر للمآذن الخمسة الموجودة في المسجد. وتمتد قاعة الصلاة الرئيسية على مساحة 3000 متر مربع. سابعا، حديقة الأزهر. هي إحدى أضخم حدائق القاهرة الكبرى، وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم. تقع على مساحة 80 فدان، ويطلق على حديقة الأزهر بأنها جنة في قلب العاصمة المصرية، لأنها تقع في قلب القاهرة القديمة والتاريخية. وتتمتع الحديقة بمنظر ولا أروع، حيث تطل على مدينة القاهرة من كل الجوانب، وكما يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من أي جانب من الحديقة. ثامنا، برج القاهرة. يقع برج القاهرة في مدينة القاهرة المصرية، تم بناؤه بين عامي 1956 و 1961 ميلادية، وبني من الخرسانة المسلحة على تصميم زهرة اللوتس المصرية. والبرج من تصميم المهندس نعوم شبيب، ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 187 مترا، وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة
بحوالي 43 مترا، حيث يعد من أهم الأماكن السياحية في القاهرة. تاسعا، حديقة الحيوانات في الجيزة. تأسست عام 1819 ميلادية، إذ تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في إفريقيا، مما جعلها من أشهر أماكن السياحة في مصر. كانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا. أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل، وتم افتتاحها من قبل الخديوي محمد توفيق، حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية. يوجد أيضا قرابة 6000 حيوان من نحو 1755 نوعا، بينها التماسيح والأبقار الوحشية والفيلة والأسود والقردة. وتبلغ مساحة الحديقة قرابة 80 فدانا، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في القاهرة. وأخيرا وليس آخرا، شارع المعز لدين الله يعد من أشهر الأماكن السياحية العائلية في القاهرة، حيث يضم أرقى المباني المملوكية، والتي من أشهرها مدرسة الصالح أيوب، والتي تم إنشاؤها سنة 1247 ميلادية، والتي بنيت على طراز الهندسة المعمارية الإسلامية. وهناك مدرسة قلاوون الرائعة، والتي اكتمل بناؤها سنة 1293 ميلادية، وتمتاز بزخارف البلاط المعقدة والرخام والفسيفساء الفاخر والنوافذ الزجاج الملونة. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة كل جديد.